في نوفمبر سنة 1996 الوفد الإسرائيلي اللي كان في مؤتمر القاهرة الاقتصادي هددوا إنهم هينسحبوا منه إلا لو مصر أطلقت سراح عميل عزيز قوي على قلبهم. ده مش كده وبس، تصدق إن آل جور النائب لرئيس أمريكا بجلالة قدره اتدخل في الموضوع ده طبعا بعد توسلات كتير من رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن مصر كانت رافضة تماما إنها تفرج عنه بالرغم من محاولات أعدائنا وتقديمهم لإغراءات كتيرة جدا. ولكن بعد كده تمت صفقة معينة كان من ضمن شروطها الإفراج عن الجاسوس. الله، إيه حكاية الجاسوس المهمة قوي ده؟ وإيه هي الصفقة دي؟ طيب ما تيجي نحكي الحكاية من الأول خالص. حكاية الجاسوس عزام متعب عزام، ضابط الموساد الإسرائيلي وعمليته في مصر. عزام اتولد سنة 1962 لعيلة درزية معاها الجنسية الإسرائيلية، وكان ليه 6 اخوات، وما نجحش في تعليمه الأساسي، وبعد 9 سنين من الفشل في التعليم اتنقل لمدرسة صناعية وتخصص في الميكانيكا، وجي دوره طبعا في التجنيد اللي هو طبعا في الجيش الإسرائيلي. بعد ما خلص فترة تجنيده في الجيش، البعدة ابتدوا تجنيده بشكل تاني خالص، وهو إعداده إنه يكون جاسوس ليهم في مصر. ومع الوقت تخيل بقى واحد من أهم كوادر الموساد. في نفس الوقت ده بعد ما خرج من الجيش قال إيه؟ يفتح محل لتجارة اللحوم، وتجارته برضه فشلت، فأخوه واسمه وفا عزام جاب له وظيفة أمين لمخازن الملابس الداخلية بشركة اسمها تفرون، وده كان سنة 1987. ومشي في الشغل وابتدى كمان يطور من نفسه، فدرس ميكانيكا النسيج وترقى وبقى فني الماكينات صناعة الملابس الجاهزة، واتجوز وخلف 4 أبناء، والدنيا زهزهت معاه على الآخر، وظروفه المادية إلى حد ما اتحسنت. عزام لما اتدرب على إيد الموساد بقى واحد من كوادرهم، ولعب دور مهم جدا في تجنيد المتهم الأول في قضية التجسس، وهو المصري عماد إسماعيل. وده في رأيي بقى المتواضع أخطر من عزام. بس ده حصل إزاي؟ هقول لك أنا. بعد معاهدة كامب ديفيد كان في مصر في شركة سويسرية للملابس في العاشر من رمضان. الشركة دي عملت شراكة مع شركة إسرائيلية لصناعة الملابس الداخلية النسائية اللي اسمها تفرون، واتفقوا إن يتم استيراد مكن حديث للشركة السويسرية، واتفقوا وقتها كمان إن يتم تدريب عمال مصريين على إدارة المكن. تفتكر فين؟ طبعا في إسرائيل، وكان عددهم 11 فرد، وكان من ضمن المصريين اللي هيتدربوا في مصنع في إسرائيل اللي هو عماد إسماعيل. ولما سافر مين استقبله في المصنع الإسرائيلي؟ هو عزام اللي كان شغال في الشركة الإسرائيلية. وطبعا كل ده كان تحت عيون الموساد، وبمنتهى السهولة اكتشفوا نقط ضعف عماد إسماعيل، هو المال والستات والجنس، الثلاثي المرح دول. فجه في ملعبهم بقى، وفي وقت وجوده في إسرائيل اتعرف على واحدة اسمها زهرة وصديقة ليها كمان، وطبعا كل ده كان مترتب برضه. البنتين دول باختصار كده سهلوا تجنيده للموساد، وسهلوا ليه السفريات للأردن واللبنان علشان يقابل عناصر من ضباط الموساد، وتدريبه بقى طبعا على جمع المعلومات والكتابة بالحبر السري ووسائل الاتصال والذي منه بقى اللي انت عارفه ده. المهم بعد كده عماد إسماعيل والمصريين التانيين رجعوا على مصر، وحصل خلاف بين الشركتين واتفسخ العقد بينهم. فالشركة الإسرائيلية تسكت خلاص على كده؟ لا، راحت عاملة شراكة تانية مع مصنع في شبرا الخيمة، وتم الاتفاق على تطوير المصنع وتدريب العمال المصريين على ايد الخبراء الإسرائيليين. وكان من الخبراء دول طبعا عزام وأخوه وفا عزام. ده كمان كان شرط ان مندوبهم عزام يمسك إدارة المصنع في مصر. وفعلا في 1 يونيو سنة 1996 سافر عزام على مصر لتدريب العمال المصريين، وقعد تقريبا 26 يوم في فندق السلام، وفعلا درب المصريين ورجع تاني على إسرائيل. وشوية وحصل الشيء المنطقي والطبيعي، إن إدارة الشركة قررت إن عزام لازم يستقر في مصر بشكل دائم. وده ليه؟ أقول لك أنا يا سيدي، علشان الموساد أمر إن يتم زرعه في منطقة شبرا الخيمة. طيب في سؤال مهم، عمل إيه بقى عزام فترة وجوده في مصر؟ أقول لك أنا، في خلال فترة تواجده في مصر قدر الجاسوس الإسرائيلي بمساعدة آخرين إنه يجمع معلومات اقتصادية مهمة جدا عن مصر. ولكن على فكرة بقى كل ده
كان تحت عيون المخابرات المصرية. أقول لك كمان كان متراقب لمدة 8 شهور من المخابرات المصرية، سواء كان في مصر أو في الأردن أو في لبنان أو في إسرائيل نفسها. نرجع بقى لعماد إسماعيل من تاني، واللي تم تجنيده من الموساد. لما رجع عماد على مصر فضل على اتصال بزهرة اللي اتعرف عليها في إسرائيل، وطلبت منه بصنعة لطافة كده إنها تزور مصر. فعماد كلم شرطة السياحة علشان ياخد لها تصريح، وزهرة قعدت في مصر كذا يوم بصحبة عماد، وهات بقى يا فسح وخروجات، وقدرت تسهل لعماد إسماعيل السفر للأردن. وهناك قابل ضابط مخابرات إسرائيلي، وعلشان يضمن تجنيده وراله صور ليه مخلة بالآداب في وقت وجوده مع زهرة. وطبعا موقف كان سهل يستغله كويس جدا، وطرق الحديد وهو ساخن، فمضاه كمان على ورقة بيضة وإقرار بخط إيده بنشاطه وتعاونه مع مخابرات البعدة. وبكده عماد إسماعيل اتأكد إنه سهل يودوه في داهية في أي وقت لو عمل معاهم أي حركة كده مش تمام. وطبعا الموساد ضمن عماد تحت سيطرتهم الكاملة. عماد إسماعيل اشتغل بنشاط وكان بينفذ لهم كل اللي هم عايزينه وأكتر كمان. يعني مثلا جاب معلومات مهمة جدا زي قياس الرأي العام المصري، ومعلومات عن عدد المصانع في مدينة 10 من رمضان و6 أكتوبر، ونوعيات الإنتاج والبلاد اللي بتصدر ليها، وطبيعة الأزمات الاقتصادية، وكمان مشاعر المصريين تجاه حكومة إسرائيل ومدى تقبلهم للتطبيع، وغيرها وغيرها من المعلومات. كلام يخوف وسهل يحصل حوالينا حتى دلوقتي، مش كده؟ بص، هو أكيد بيحصل، ومع وجود السوشيال ميديا كمان على فكرة. نرجع لموضوعنا تاني. اتفاجئ عماد بأنهم طلبوا معلومات من نوع تاني، زي أعداد المصريين اللي بيروحوا الأردن يوميا، والأعداد اللي برضو بتروح لبنان. والصراحة زهرة دربته كويس قوي على الحفظ والتركيز من غير كتابة أي معلومات. طبعا هتسأل إيه دور عزام في العملية دي؟ جايلك في الكلام أهو. في وجود عماد في إسرائيل للتدريب، كان عزام بياخدوا يوم أجازته ويروحوا مصنع تاني اسمه عين الأسد كنوع من التدريب زيادة وكده. وطلب من مشرفة المصنع إنها تجهز ملابس داخلية حريمي، واداها لعماد إسماعيل على إنها عينات من إنتاج المصنع. لحد كده تمام؟ لا، مش تمام، لأن الملابس دي كان مستخبي فيها حبر سري برسائل سرية مشفرة، اللي هو مجرد ما تغسلها في المية بتظهر عليها الرسائل السرية. ودي على فكرة أحدث طريقة وقتها للمراسلات السرية، وعماد كان بيوصلها جوه الأراضي المصرية على إنها عينات ليس إلا. المهم استمر نشاط عزام جوه الأراضي المصرية حوالي 8 شهور، وقدر يجمع معلومات اقتصادية كتير جدا، وكان فاكر إنه بيشتغل بحرية جوه مصر. ولكن الصراحة كل العملية من أولها لآخرها كانت تحت عيون مخابراتنا زي ما قلت قبل كده. ولما جه الوقت المناسب اللي محدداه المخابرات المصرية، صدر الأمر إن خلاص العملية دي تتقفل، وتم القبض على عزام وهو كان في فندق البارون بمصر الجديدة. وطبعا راحوا واخدينه على فندق السلام اللي قعد فيه فترة لتفتيش المكان. وفي التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة العليا، ده كان في نوفمبر سنة 1996، أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وأنكر كمان تجنيده للجاسوس عماد عبد الحميد إسماعيل، وأنكر كمان إنه يعرف أي حاجة عن الملابس الداخلية اللي مستخبي فيها الحبر السري. ولبس بقى وش الحمل الوديع البريء اللي ما يعرفش أي حاجة من التهم دي. ولكن مع كل جلسة في المحاكمة بتاعته كان بيغير أقواله، وده كان على فكرة سبب قوي جدا لإدانته. وهو في قفص الحديدي بساحة المحكمة بقى يصرخ ويقول: أنا بريء بريء يا ناس، أنا عربي جاي مصر علشان أكسب رزقي ورزق ولادي بالحلال. الحلال قال. صدر حكم بالسجن على عماد إسماعيل بالأشغال الشاقة لمدة 25 سنة، وعزام متعب اتحكم عليه ب15 سنة. نيجي بقى لحكومة البعدة اللي اتشالت واتهبدت بسبب الحكم ده، واتحولت لقضية قومية في إسرائيل، وحاولوا بكل الطرق إن يرجعوا العميل بتاعهم بأي طريقة، لدرجة إن اتدخل نائب الرئيس الأمريكي وقتها آل جور. طبعا ده علشان بيحاولوا ان هم يطلقوا سراحه، ومصر رفضت تماما لغاية سنة 2004. اتعملت بقى مفاوضات مع أرييل شارون رئيس الحكومة وقتها، وبعت كمان رئيس الشباك آفي ديختر لمصر، وتوافق على الصفقة، وتم استبداله ب6 طلاب مصريين كانوا اعتقلوا وقتها بسبب الدخول للأراضي الفلسطينية بشكل غير شرعي. والصفقة تمت
وتم خروج عزام من السجن بعد ما قضى تقريبا حوالي 8 سنين، يعني أكتر من نص المدة. وأول ما خرج بقى ابتدى الشو بتاعهم بقى يشتغل، شوية استعراض وبروباجندا في الإعلام بانه بيشكر ارئيل شارون وقد ايه انه وطنه غالي قوي، وشويه حركات بقى من اللي انت عارفها دي العادي يعني بتاعه. وبالنسبه لعماد اسماعيل ما توافقش ابدا على خروجه من السجن، وطبعا لان تهمته كانت اكبر بكتير من عزام، كون يعني انه مصري حتى يا سيدي لو بالاسم. وخلصت حكايه النهارده، حكايه الجاسوس عزام والبطل الشعبي لاعدائنا اللي اتسجن في السجون المصرية. نتقابل بقى في حكاية تانية وعملية من ملفات المخابرات المصرية قريب إن شاء الله.